كما كيشوف الجمهور الكريم. غريب هذا الشيء صراحه. كتمشي كتلقى الاساتذه المبرزون عندهم 4500 درهم تعويض في السنه. واستاذ المبرز وما ادراك ما الاستاذ المبرز باش نكونوا واقعيين. الاساتذه المبرزون التمويل الوطني العام لمؤسسه التعليم كيعطيهم 40000 ريال تعويض. مزيان في السنه كيعطيه 2000 درهم. حيد منها الضريبه السهم. حيد منها الضريبه 2000 درهم. 2000 درهم حيد منها 38% ديال الضريبه. 2000 درهم حيد منها الضريبه. 1100 درهم. دابا هو الاصلاح. زيد هذا المبرز. اطر هيئه التفتيش. علاش؟ لانه استاذ. يقرر شنو اطر هيئه التفتيش والتاطير والمراقبه المفتشين شحال كيعطيهم؟ 38000 درهم، تقريبا 4 المليون في العام. 4 المليون. وعلاش الاستاذ المبرز تعطيه 40000 ريال 2000 درهم وهذا تعطيه زعما المبرز كيدير؟ لانه استاذ خصنا نطحنوا الاساتذه. اطر هيئه التفتيش والتاطير 5 المليون 54000 درهم. واخا عندك المدرسه الابتدائيه استاذ التعليم مدير المدير هذا المدير ديال المدرسه الابتدائيه عطاو 43000 درهم في العام. 4 المليون. مدير الثانويه الاعداديه شحال كيعطيوه؟ 5 المليون 48000 درهم التعويض في السنه بلا الصالير ديالو بلا داك الشيء. مزيان. الحارس العام الداخليه عطاوه 27000 درهم تقريبا 3 المليون. المدير ديال الثانويه التاهيليه 56000 درهم تقريبا 6 المليون. والمدير المكلف 28000 درهم. كنهبط لتحت نقلب. مستشار التوجيه التربوي 13000 درهم يعني مليون وشي 60. مختص الاقتصاد والاداره 11000 درهم. فين هما رجال ونساء اللي كيقريو؟ الاساتذه. الاساتذه الاقصاء غير. ولكن غنسولك دابا واش هاد الناس، اسمح لي نطرح هذا السؤال غريب. اي مغربي واخا يكون غير متتبع ما عندوش معاكم كاع يطرح سؤال. دابا الاستاذ هو اللي فتاه، هو اللي كيقري، هو اللي عقل لي ولدي، هو اللي غادي يدخل اي اصلاح للقسم. يدخل الاصلاح للقسم. دابا انا استاذ كنقري، لقاك سيدي انت كدوله عطيتي للمفتش، عطيتي للمدير، عطيتي للحارس العام، وانا اش كندير هنا زعما؟ وكيفاش غنخدم معاك؟ واكثر من هذا كما قلت لك السي حميد، دابا هما تيقولوا عندنا اصلاح. اللي المفروض دخل الاصلاح للقسم هو الاستاذ. راه ماشي المدير ماشي المفتي. ما كان احتراماتنا وغير كتوضيح هذه السي حميد تعود على المهام. حتى هادو حتى المديرين راه ملي غادي تهيرا فيها راه نقدروا نقولوا فيها بعض التعويضات تتبدو انها محترمه ومزيان وقلنا الشهاده تنتمنوه وخاص يكون هذا التعويض. ولكن تنقولوا كذلك خاص يكون حتى الاساتذه ما يتمش الاقصاء ديالهم. هي تعود على المهام. يعني المدير ملي تيتقاعد ما غادي تحسب له هذه في التقاعد. واش فهمتي؟ يعني ما تبقاش عندك المهمه، يعني ماشي تعود عليه، ماشي تعود ما داخلاش في الاطار. فهمتي؟ او الا شي مدير تعفى تحيد له التعويضات، يعني تعود فقط على المهام. نرجعوا للاستاذ. الاستاذ ما زادوش حتى شي حاجه، رغم ان هذه الحكومه قالت غنزيد 2500 درهم في اول عام ديالي. الاساتذه اللي تتقاضوا 5000 درهم غنزيدهم 2500 درهم ولا ما زدناش يديروا لنا بالحجر. حنا كنقولوا له غنعطيك 2500 درهم زياده، 1000 درهم في التقاعد، 300 درهم كذا محسوبه. الا ما قبضتاش من هنا 2026 يجري علينا بالحجر. حنا دابا في العام الثالث قانون الماليه ما فيه والو. اكثر من هذا اضافوا لنا مهام، زادوا لنا مهام جديده داخل النظام الاساسي السي حميد. ها هي إلا ما قمتيش بها بهذه المهام الجديده ستكون تحت طائله العقاب. هذا هو المسائل اللي حنا كما قلت لك عاوتاني مؤسفه ومؤلمه. هي عندي هنا المهام اللي زادوا الاساتذه من غير التدريس وكذا، ان تقوم بالانشطه الموازيه، تنسيق داخل الفريق وكذا وكذا وكذا. اذا ما يعني حنا شحال هذيك باش نطالبوا بحذف ما يسمى بالساعات التضامنيه. لان الاستاذ الابتدائي مثلا تيشتغل 30 ساعه في الاسبوع، راه ما تيخدمش غير في الاسبوع في القسم 30 ساعه، راه تيخدم 30 ساعه اخرى في القسم. ان الاستاذ هو الموظف الوحيد اللي تيخدم في المدرسه وتيخدم في دارو، يصحح الدفاتر، يصحح الامتحانات، يحضر الدروس اللي غادي يقوم بها. يعني راه ماشي تيجي للدار تيجي يرتاح، راه تيجي للدار وجايب معاه مجموعه من الفروض او الدفاتر او خصو يحضر وكذا. الاستاذ السي حميد هو الموظف الوحيد اللي تيصرف على المهنه ديالو والمال الخاص. لا ما شراش باش يكتب السبوره ما يكتبش، اوراق يجيبو خصو يشري الطابليه. الموظف الوحيد السي حميد هي الدوله، هو الموظف الوحيد اللي الدوله ما تهتم منه لا بسكن لا بتنقل لا بكذا. واش في نظرك انت واحد البوليسي او كذا تصيفطوا لواحد المنطقه نائيه تقول له سير من جيبك او سير ضروري توفر ليه الاسامه يرحموه، سير كري ولا سكن في المدرسه ولا كذا. واضافوا مهام جديده في الوقت اللي كنا تنطالبوا حنا بحذف الساعات التضامنيه. والمصيبه ما زادوناش، ما كاينش تعويضات للاساتذه، واضافوا مهام وداروا لنا الصفحه ونصف العقوبات. شحال؟ الصفحه ونصف. يعني ما زادوك، ما حيدوا الساعه التضامنيه، ضافوا لك مهام جديده، ما عطاوك تعويضات على غير باقي الاساتذه، وغرقوك في المهام. في هذا النظام الاساسي ديال الله يرحم والديك. ديال الله يرحم والديك. شنو داروا؟ فيه صفحه ونصف ديال العقوبات
عقوبات زجريه قاسيه. اي استاذ قال ودي انا راه ما يمكنش نقوم بهذه المهمه لانكم ما وفرتوش الامكانيات، او ان هذا الشيء راه فوق الطاقه ديالي. تقع تحت طائله مجموعه من العقوبات اللي هي فيها صفحه ونصف اللي ما كاينش في النظام العام للوظيفه العموميه. صفحه ونص، صفحه ونص غير العقوبات. وبالتالي اللي هو قانون ديال السجون 98 23 ديال الحباسه فيه صفحه ونص ديال العقوبات. صفحه ونصف. عندكم صفحه ونصف ديال العقوبات السي حميد. الا قلبت عليها تما راها كاينه. وبالتالي تنقول انه هو نظام كما ذكرت، هو نظام بائد اتى ليجهز على ما تبقى من التعليم من مكتسبات واخا هذه وضحت